السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يابا؟ طبعا امبارحة ما نزلت فيديو. اول البارحة هم ما نزلت فيديو. اول البارحة كنت مريض نزلت بس ما كنت احكي. امبارحة هم كان عندي والله شغل وما لحقت، فلهذا السبب ما نزلت. اليوم هم الجو غيم وهواكو تقريبا صار 3 ايام 4 ايام الجو ما شاء الله غيم ومطر. اللهم زيد وبارك ما شاء الله. صار لي 3 ايام ما مطلع الحجية، لان شوف انتر، لان الجو برد. هسه قام يمطر، الجو برد وما نطلعها. فاتوا هنا لان الدجاجات كانت تفوت يمها وتبيض يمها، وسديت الباب عليها. اليوم ان شاء الله راح اطلعها وانطيها اكل وتاكل وارجعها على مكانها. هسه اروح اجيب اكل واجي. طبعا هسه راح افتح الباب للحجية. هاي انها متحضرة، خل تطلع ونشيك البيض مالها. اشوف ياهم مخصب وياهم ما مخصب. يلا طلعي هذا، يلا روحي طلعي كلي. طبعا اشوف البيض مالها وارجع لكم. طبعا صار لي 5 ايام من كركة الحجية، بعد ما مبين بالبيض شي. بعدك تقريبا 22 يوم 23 يوم بعد اللي ما تفقس. بعدك وقت. طبعا ما اقدر احكي من البرد ما شاء الله. اكو شوية زخات، شوف اكو زخات مطر اكو شو اسمه هوا وعاصف اكو. طبعا اكو بعضهم يقولوا لي انت ما تعرف تحكي، يعني انت حكيك مو مال عربي. يا اخوي العداني شنو باكستاني لو اجنبي؟ اني اعيش بالموصل، عمري 16 سنة. اعيش في، ما اعرف بالضبط الاتجاهات، ما اعرف بالشمال لو بالغرب الموصل. اعيش بناحية المحلبية. اكو بعضهم يقولوا لي ما تعرف تحكي عربي ما اعرف شنو. اني اصلي عربي، بس شنو اني اعيش بمنطقة تركمانية، ولهذه السبب شوية العرب مالي ضعيف، بس يعني اصلي عربي اني. وطبعا الي الفخر يعني اصلي عربي وافتخر هذا الشي. ما بي هالشي اذا اني احكي تركماني او شي، المهم كلنا عراقيين وكلنا عرب. الصراحة ما جاي اقدر احكي من البرد والجو جاي دا يمطر. شوف ايدي شلون جاي يرجف من البرد. هسه طبعا راح ننتظر الحجية تاكل وتشرب ماي ونفوتها على مكانها.
لان اخاف على هذول بس يتعاركون. يابا برد. طبعا اذا هيك يظل الاجواء بعد، طبعا بعد ما مأذن العصر اذا يظل هيك الاجواء راح افوت الدجاجات هم جوا، لان الجو برد وما شاء الله امطار اكو. تقريبا صار 4 ايام، ما اعرف 5 ايام. طبعا جاي تشوفون ليش اني احب اربي دجاج عرب. بس شوفوا بهالبرد وبهالمطر طالعين دا ياكلون، يعني والله عافية عليهم. هسه لو يوم تنزل تلج يظلون برا اذا ما افوتهم. دجاج العرب مقاومين على البرد وعلى الحر. شوف هسه والله العظيم جاي يمطر وهم برا. جاي تشوفون. شوفوا عنتر. ايدي يلا حجي، بس اريدها تاكل وافوتها. يلا روحي كافي لا تشربين ميها. هسه هدول انهزموا من المطر، فاتوا جوا الشجرة. صراحة خوش مكان انتم، ماني هم قاعد يمهم. نقعد هنا ونصور لكم. والله العظيم برد. لو كان عندي حطب هسه كنت اسوي نار. شوف حجي، شوف حجي قامت تتعارك. طبعا تقريبا صارت عركات. طبعا صار لي تقريبا الدجاجات مالتي ما عضبيد تقريبا 3 ايام 4 ايام. صارت عركة والله. هسه لو عنتر يشوف قبل يهجم للمظلوم. طبعا قلت ابيع مظلوم. رجع اللي يشتري مظلوم. بس ما اتفقنا على السعر وقال ما اريد. قال شوية غالي والله. قلت والله يعني الصراحة وانتم هم جاي تشوفون كل يوم اصور لكم انزل لكم. اني ما انطي لهم شي بس الاكل، يعني اكل شعير وحنطة شو اسمه بنخالة بعد بالشامية. ما اعرف يقولون الشامية زين للدجاج، يعني يقويها من المناعة مالته. عم بي حب شمس بي هواي شغلات. وجاي انطيهم بس من هذا الاكل.
إيه واحد ثاني جالي قال لي ما اعرف، قال اروح واجي وما اعرف، قال اروح السوق واجي. المهم قلت له هذا يلا. طبعا هسه توقف الامطار نطلع. طبعا ما خلوا شي للحجية. هسه اروح اجيب لها اكل واجي. طبعا بعد ما وقف المطر ما شاء الله طلع الشمس والجو يخبل. قاموا يتعاركونهم. الحجية ما تقعد راحة. طبعا وقفوا دقيقة. هو شوفوا الكوميدي، شوفوا من البرد، شوفوا من البرد شلون يدي يرجف. الحمد لله. طبعا بس انتظر الحجية تشبع، اهم شي هو هذا. افوتها جوا والباقي كلها سهلة. طبعا يقولون انواع الجو، يقول بعد الاسبوع الجاي بعد اكو امطار. يقول خير وبركة ان شاء الله. الحجية طبعا واحد ما يتفاهم ويا الثاني، واحد يتعارك ويا الثاني. انا انتر ما يشوف ونروح شوف. انتر ما يشوف ايش يصير. انتر ولك روح ملتهي بالاكل والله.
لك مو انت المسؤول عن هذا القطيع. روح شوف فيه يتعاركون. اي والله راح. روح ولك شوف وراك ايش جاي يصير. والله يمكن متصالحين هو ومظلوم. طبعا هسه راح افوت الحجية جوها. الجو رجع وغيم والجو هم صار برد. اها انت روح جاي يتعاركون. ولكم ليش؟ هلو صار عركات، بس عركات. اجيب افكم. وخروا عن بعض ولكم. يلا حجية انتي جوعت كافي. وله وخر. يلا والله هسه فلا تفوت. هيدا كافي عاد. كافي تعاي حجية. اوهو ولك كافي. واحد ما يعرف الثاني. وخر تعال. يلا فوت لبيتك. لا هو احسن حل هو هذا. واحد يضرب الثاني، واحد ما يتفاهم ويا الثاني. ايش صار؟ طبعا لي هنا راح انهي الفيديو، لان والله العظيم ما اقدر احمل. شوف ايدي شلون يرجف. راح انهي الفيديو واقطع الفيديو. اعذروني لان ما اقدر اكمل اكثر من هذا. اتمنى اذا عجبكم الفيديو تنطوني لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وانتظرونا فيديو جديد، ونقول لكم في امان الله.